عاوز اتكلم نقطه رقم 7 6 و7 في الكلام اللي انا قلته هو ايه الوعاء الضرائب. في نقطتين فيها وعاوز اركز على واحده منهم. اول واحده فيهم انه الناس مركزه بقى لها فتره على انه الوعاء الضريبي يبقى الضرائب تبقى تصاعديه. كويس قوي، لكن لازم الوعاء يبقى اكبر. يعني ايه الوعاء يبقى اكبر؟ انا بقول انا كاتب في المقاله وبقول انه القادرين في مصر في رايي، وهنا لا يوجد قاعده بيانات فده تقديري او جزافي، لم يدفعوا اكثر من 1 إلى 2% من دخلهم السنوي كضرائب، في حين بيدفع الطبقه الوسطى المصريه وبعض الناس الاخرين حوالي 20 او 19 او 18 تتخصم المنبع من المرتبات. هتقولي حسن طب ازاي الناس بتدفع 2%؟ وده ليس تهربا. ازاي؟ لانه لو انا لو دخل حضرتك جاي من اسست شركه وبتاخد توزيعات ارباح هذه الشركه او بعت هذه الشركه وحققت ارباح راسماليه، القانون الحالي للضرائب بيعفي المواطن المصري من الدخلين دول. يعني حضرتك ممكن تلاقي نفسك عامل 10 مليون جنيه 20 مليون جنيه مليار جنيه اي رقم انت عاوزه ما بين توزيعات دخل على شركتك وكده، وفي الاخر تدفع ضرائب دخل كمواطن مصري صفر. هنا بقى عاوز اوضح حاجه، لانه برضه بعض الحاجات اللي اتقالت اظن محتاجه على الاقل شرح. ما واحد بيأسس شركه وبيكسب، الشركه بتكسب، هو بيكسب نفترض 100 جنيه، حكومه حقها عنده 20% 20 جنيه. هو هنا ما بيعملش ده خدمه للوطن، ما بيعملش ده حبا في الوطن، هو بيعمل ده ساعيا للربح وربنا يحميه ويزود له فلوس ويكبرها، لكن وهو بيكسب بيدي جزء من هذا المكسب للدولة، صح؟ ده هي الضرائب. عشان اوضح دي كمان اكتر، اما تقول حسن هناك شركات راحت عملت مشروعات في زيمبابوي او مش عاوز بلد افريقي لان هنرجع افريقيا بعد كده، لنيوزيلندا، ليس حبا في الشعب النيوزيلندي، صح؟ طبيعي ساعيا للربح، وهذا وربنا واضح، بس انه ربنا يوفقه، ربنا يحميه، عاوزك تتأسف تكبر لانه في كبرك وتحقيق ارباح اعلى الحكومه بتاخد منك 20%، بس من فضلك هذا ليس حبا للوطن، صح؟ تمام. حاجتين هم حبا للوطن، بلاش حبا للوطن او حبا بلاش حبا للحق وللعدل بالظبط كده. واحد هو الضرائب، اثنين هو التبرعات اللي هي نقصا مني اضافه للوطن. صح؟ واحد بحكم القانون وهو الضرائب، الثانيه بحكم الدين او بالعداله الانسانيه او خلافه اللي هي التبرعات. يبقى حد يقول انه عملنا شركه عملت ارباح والشركه دفعت ضرائب، ده حاجه كسبت كشركه، ده شيء طبيعي. لكن انا بقى كحامل الباسبور الاخضر، انا عندي رقم قومي ما هو خصما مني واضافه للوطن هو الضرائب على الدخل، ودي موجوده في كل المجتمعات بما فيها المجتمعات الاكثر راسماليه ومعقد الراسماليه كلها. فما حضرتك تقول لي ان هناك مجتمع القادرين فيه بيدفعوا 1 أو 2% من دخلهم على الحد الاقصى في رايي، لانه مصادر هذه الدخل معفاه، يبقى في خلل في النظام الضريبي بتاعي. طبعا. احكي حاجه قصه ثانيه، احنا حضرتك وده كلام انا كاتبه من مارس اللي فات، مش بس اخيرا، ميت رومني اللي هو مترشح عن حزب الجمهوريين النهارده، في خناقه كبيره حاصله في حزب الجمهوريين على انه اعلن انه في اخر سنوات دفع قد ايه من دخله؟ 15% من دخله فقط. ليه؟ لانه الحزب الارباح الراسماليه اللي جايه له كانت نسبتها كبيره من دخله، وفي القانون الامريكاني بيطبق عليها نسبه ضرائب اقل من الشريحه العليا عشان تشجع الاستثمار، وده صح، لكن ما تبقاش صفر. فبقول لحضرتك انه عندك الحاله الامريكيه، الراجل النهارده بيتذبح في عشان يدفع 15%، واحنا عندنا 1 أو 2% لانه اعفي. فبالتالي اهم في رايي او بقدر الاهميه انه نرفع الضرائب التصاعديه تبقى 20 ل 25 او 28 او خلافه، انه الوعاء الضريبي بتاع حضرتك يجب ان يشمل توزيعات الارباح والضرائب اللي في البورصه. تقول لي انه انا عاوز اشجع الاستثمار، انا موافق، وانه مش عاوز اخوف الاستثمار، انا موافق، لكن ما بين 0 و25 في رقم وسط طبعا. تعالى بقى نتكلم حضرتك على اول حاجه في دي، انه دخل دي عشان اوري حضرتك حجم الضرائب اللي ممكن تيجي البلد. قيمه البورصه النهارده وبقت نزلت اظن حاجه و30، اظن 37 38، مش متاكد الرقم ده، نفترض 40 مليار دولار.
بعد ما كانت في اعلى نقطه ليها من 3-4 سنين 100 مليار دولار. يعني الفرق حضرتك النهارده 60 نزلت، صح؟ نفترض كتير جدا، نفترض جدلا انه عملنا حاجات صح وخلافه والاقتصاد تحسن، وبالتالي خلال 10 سنين الجايين رجعنا لما كنا عليه من 4 سنين. يبقى كسبنا 60 مليار دولار في البورصه. لو اخذنا 10% من ده 6 مليار دولار. يعني ارقام على 10 سنين يعني 600 مليون دولار في السنه. يعني رقم. كل رقم من ده بيضيف لخزانه الدوله. رقم الحاجه الأخيرة في الضرائب اللي عاوز اتكلم عليها هي مقاله انا كنت كتبتها في المصري اليوم، ثم كتبت مقاله في الفاينانشال تايمز، والفاينانشال تايمز هي واحده من ان لم تكن اهم لكن واحده من اهم الجرائد الماليه في العالم، على ضريبه، وكانت موجهه اكثر للقارئ الاوروبي والامريكي، لكن قلت على ضريبه على الثروه. انا بقول ان احنا عندنا مشكله النهارده فيما يتعلق ب عجز الموازنه كل الحاجات احنا كنا بنتكلم عليها، ال 50 مليار عاوزين نصحهم، وعندنا نقص في السيوله ورايحين نستلف او عاوزين نستلف 3 مليار او 4 مليار دولار، وعاوزين دعم من البلدان الخليجيه وخلافه. لو اقول لحضرتك انه اخر 10 سنين او 15 سنه زي ما كنت بشرح لسه دلوقتي، هناك ثروات تكونت ولم يدفع عليها ضرائب، انه هذا لم يكن داخل الوعاء الضريبي. انا بقول الاتي: اي حد عنده اكثر من 10 مليون دولار ثروه، وبهذا المنطق لن ينطبق على 99.9% من 10 مليار دولار. انت بتتكلم 10 مليون دولار. 10 مليون دولار انت بتتكلم في 60 مليون جنيه. 60 مليون جنيه. هنقول كام واحد عنده؟ 5000 10000 15؟ لا هتلاقي فوق ال 100000 في مصر. فيه 100000. في 100000. ارفع الرقم ل 20 مليون دولار. انا بحاول اقلل المقاومه لهذه الفكره، لانه كل ما بتنزل الرقم كل ما عدد الناس اللي انت هتخضعهم لهذه الضريبه هيقل. فانا الهدف من هو مش انك عاوز اخبط اقل عدد ممكن في ناس ما دفعتش ضرائب شخصيه في اخر 10 سنين. الفكره كالاتي، وتعدل انه اي حد عنده اكثر ثروه من اكثر من 10 مليون دولار، على الزياده عن 10 مليون دولار يجب ان يدفع النهارده 10% من هذه الثروه. انا في رايي انه هذا الرقم يصل في مصر، لا يوجد تقديرات، على الاقل 3 4 5 مليار دولار. مش احنا رايحين نجيب من صندوق النقد الدولي 3 مليار دولار وقاعدين نعيط ونشتكي ونعمل ليه بقى؟ عده اعتبارات.